عارف إيه اللي يودي أي محامي في داهية؟ العند. لما تكون الأدلة ضدك والخصم أقوى منك وتصمم تحارب، أنت كده بتحكم على موكلك بالإعدام. الذكاء اللي تقول أنا استسلمت عشان تنيم خصمك وتجهز له المفاجأة. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحب الجميل. شد كرسيك، اطلب قهوتك المظبوطة وركز عشان معايا النهاردة هعلمك فن الانسحاب التكتيكي. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع القانون 22 من قواعد السطوة. استخدم تكتيك الاستسلام، حول الضعف لقوة. في المحاكم الاستسلام مش هزيمة، ده تخدير للخصم. اسمع حكاية المحامي نادر والمحامي فريد في قضية ضد شركة عالمية. نادر العنيد قرر يحارب ويزعق في المحكمة، فالشركة العالمية فرمته بأقوى المحامين وكسبت القضية والشركة الصغيرة أفلست. فريد الثعلب عمل العكس، وقف في أول جلسة وقال إحنا مقرين بالغلط وبنعتذر ومستعدين للتسوية. محامين الشركة العالمية استرخوا واعتبروا الموضوع انتهى. فريد استغل الوقت ده ونبش في العقود لحد ما لقى ثغرة قانونية بتنسف قضيتهم، وفي النهاية بدل ما يدفع غرامة، الشركة العالمية هي اللي دفعته عشان يسكت. الزتونة: لما تكون الطرف الأضعف ما تدفعش خصمك إنه يفرمك، استسلم ظاهريا، خليه يحط سيفه في الغمد ويريح، وفي اللحظة اللي يغفل فيها اقلب الطاولة بالقانون. احفظ الفيديو ده عشان لما تتزنق في قضية خسرانة، وابعته لزميلك المحامي اللي دمه محامي وقول له السياسة تغلب الشجاعة. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية في قانون التركيز. سلام يا صاحب الجميل.